السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم احمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض بسكوت الشوفان للناس اللي بيعمل رجيم دايت، وفي نفس الوقت مشبع جدا ومن غير سكر، وبطريقة صحية جدا جدا جدا. كمان لو عايزة تعمليه لولادك برضو بطريقة من غير ما يعرفوا حتى ان هو بسكوت شوفان، هيبقى جميل جدا. يلا بينا مع بعض على الطريقة. ارجو الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة، وجزاكم الله كل خير يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا جميعا. دي حوالي نص كوباية زبدة، حطيت عليها نص كوباية عسل نحل. تقدري تستبدليه بسكر دايت، او تحطي سكر بودرة عادي لو انتي مش بتعملي دايت. وهحط بيضاية عليها رشة فانيليا. تمام. وهقلبهم كده مع بعض بمضرب عادي خالص. تمام. او تربيهم كده بمعلقة او بمضرب كهرباء اللي انتي عايزاه. يبقى نص كوبايه زبده خفيفه. في نفس الوقت ممكن تعمل الزبده بتديله طعم حلو، وفي نفس الوقت مش بتنشفه، بتخليه طري. دول كوبايتين شوفان مطحونين. تمام. جايباهم وطحناهم اللي هو الحبه الكامله، وحط عليه نص باكت بودر وذره ملح اللي هو الشوفان ده. بدل مثلا ما بخليه قطع كده، العيال ما بيحبوش وفي نفس الوقت بيبقى يعني ناشف كده. لا انا طحنته بالشكل ده احسن. مش هتعرفي تطحنيه، ممكن تجيبيه من عند العطار مطحون. خلاص. انا حطيت، ممكن تضيفي عليه نص كوبايه دقيق عادي ابيض لو انتي مثلا يعني موضوع الدايت ده عادي. تعمليه للولاد تقدر تحطي نص كوبايه دقيق ابيض. انا حطيت نص كوبايه دقيق ذره. تمام. ما عندكيش دقيق ذره تقدري تحطي دقيق ابيض او دقيق الحبه الكامله. خلاص. المهم ما بيبقاش كله دقيق شوفان، عشان خاطر بتبقى العجينه يعني قاسيه لحد معين. فانا طبعا انا خليها طريه جدا وملزقه، ما بخليهاش ناشفه وكده بتلم معايا، ولكن بتبقى ملزقه جدا وطريه. لانك لو نشفتيها هيبقى البسكوت صعب جدا جدا، ومش هيبقى هش ولا يعني هيبقى صعب معاكي، مش هيبقى حلو. فاحنا الشوفان بينفش، فلازم تخليه طري على قد ما تقدري، تخليه طري ويبقى ملزق كده معاكي. وجبت كيسين حطيتهم كده علشان خاطر طبعا ما امسكش حاجه وما يلزقش في ايدي وكده. والعسل كمان بيلزقه زياده. خلاص. وفردته كده لحد ما عملته بقطر يعني معقول، حوالي نص سنتي او اقل. وهجيب كوبايه عاديه جدا، او اي اشكال بسكوتات. انا عندي اشكال كتير بسكوت، ولكن عشان خاطر اللي ما عندوش انا عملت بكوبايه عادي خالص. تمام. عندي نجوم وقلوب وحاجات للاطفال والكلام ده كله، ولكن انا عملت بشكل عادي خالص اللي هو العشوائي اللي اي حد ممكن يعمله. خلاص. بالسمك ده. تمام. وبيبقى طري بالشكل ده. وحطيته في الصينيه ولا مدهونه ولا اي حاجه. خلاص. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. وبلم تاني اللي هي الزوايد دي وبرجع افردها تاني. طبعا بعد شويه بتحس ان هو لا ملزق ولا اي حاجه. التلزيق ده بيكون وقت بس وانا بعجن. بتلاقيه بعد كده ولا بيلزق ولا اي حاجه. ممكن مش عايزه تعملي بالكوبايه تقدري تعمليه كده زي القراص، يعني على ايديكي كده زي ما انا عملته قبل كده. خلاص. وما شاء الله الكميه دي هتعملي كميه محترمه جدا. كوبايتين شوفان تحط عليهم نص كوبايه دقيق ابيض، او نص كوبايه الدقيق اللي هو الحبه الكامله، او اللي هو نص كوبايه دقيق ذره زي ما انا عملت. هيبقى تحفه. وهخرمه كده بالشوكه. تمام. يدي شكل حلو كمان عشان خاطر يبقى حلو كده معايا في الفرن. وهخبزه لحد ما يحمر بالشكل ده. هاخد حوالي تلت ساعه. خلاص. على درجه حراره 180 او حسب درجه حراره فرنك. عمل لي كل الكميه دي بسم الله ما شاء الله. بصراحة طعمه تحفة وقريب قوي البسكوت النخالة. لو حد بياكل بسكوت النخالة قريب جدا منه. والعسل مخليه مسكر وجميل جدا. طبعا السكر ده حسب رغبتك، تقدري تعملي سكر دايت، تقدري تعملي سكر عادي، تقدري تحطي العسل نحل زي ما انا عملت. ده جميل جدا مع شاي بلبن كده، مع لبن، مع نسكافيه. تحفة ومشبع جدا. بسكوتين بصراحة بيعملوا يعني اشباع جامد جدا، والولاد هيحبوه جدا جدا. وبألف هنا وبألف شفا. يا رب تكون حلقة عجبتكم. ان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.